قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة الكونفدرالية مجموعات الموت. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نعمل اشتراك للقناة، نفعل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه القرعة خالصة بتاعة الكونفدرالية وبتاعة دوري أبطال أفريقيا. الزمالك والمصري وقعوا مع بعض في نفس المجموعة الأخيرة، المجموعة دي حرفيا مجموعة موت. فيها مين؟ فيها الزمالك والمصري، وفيها كايزر تشيف الجنوب أفريقي، فيها طبعا عيال جامدة جدا، وفيهم المحترف سيرينو فاكرينه بتاع سان داونز. يعني اخدين كميه لعيبه جامده جدا، يعني خلاص يبقى منافس قوي جدا في البطوله دي. طبعا كايزر تشيف كانت واصله مع الاهلي في نهائي افريقيا، وكانت يعني عندها الخبرات. من الفرقه الرابعه اللي معاهم، وهي زيسكو يونايتد الزامبي. فرقه رخمه، الملعب بتاعها وحش جدا، فهيعانوا منها. فانا شايف ان مجموعه الزمالك والمصري مجموعه رخمه قوي قوي، وهيعانوا منها. يعني الزمالك والمصري عشان الاثنين يصعدوا منها احنا هنشوف، يعني لما نشوف هيعملوا ايه. يعني كايزر تشيف انا بقول لك اللي هيروح جنوب افريقيا صعب جدا يتعادل او يكسب الفرقه دي، وهنشوفه. نيجي بقى للعمالقه، فككوا بقى من الكونفدراليه دي بتاعت الاطفال. نيجي بقى للعمالقه، دوري ابطال افريقيا، الشامبيونز ليج الافريقي. طبعا بيراميدز ابن المحظوظه خلع مع نهضة بركان، وكده كده هو لعبها كتير ولسه كاسبها في السوبر الافريقي، ومعهم فرقتين على قد الحال في افريقيا. نيجي بقى للاهلي، خلي بالكوا في مجموعتين انا شايفهم طوال قوي، الاهلي والترجي. الترجي معاه مجموعه تقيله قوي يا جماعه، بس الاهلي بنقوله مجموعه جامده ليه؟ لان الاهلي معهوش غير فرقه واحده افريقيه، اللي هي مين؟ يانج افريكانز. يانج افريكانز دي الوحيده الافريقيه اللي معانا، ودي تصنيف التاني. التصنيف التالت والرابع جامدين قوي يا جماعه. ده التصنيف التالت مين؟ الجيش الملكي المغربي، اللي اصلا تاني اجمد فرقه في المغرب بعد نهضه بركان تقريبا. ومعاك شبيبه القبائل الجزائري، يعني انت عندك هتسافر المغرب والجزائر تروح تلعبهم هناك. طبعا مجموعه موت الموت. يانج افريكانز رخمه، وعلى ملعبها بيبقى رخم جدا. فربنا يستر على الاداء اللي احنا شايفينه وهنتكلم عليه دلوقتي. يعني انا شايف ربنا يستر، ربنا يستر بجد. الاهلي لو ما خدش بقى موقف ولعبنا بجد، ويغيروا لنا الناس دي ويجيبوا لنا رجاله تيجي تلعب، هيبقى في كلام تاني. اللي كان بالمنظر ده اللي هيطلع، لا اللي هيطلع من المجموعات مش هيكمل. نيجي للاهلي وبيراميدز، او الاهلي والمصري اللي لسه الماتش كان خالص امبارح. انا نفسي افهم طاهر محمد طاهر، هم ليه هم شايفين حاجه احنا مش شايفينها فيه؟ لعب الماتش اللي فات، قلنا ده شاف بقى مستواه واتخنق منه، ده مش هيشم النجيله تاني. نلاقيه اساسي في الماتش بتاع امبارح ضد المصري. طب ازاي؟ بجد والله انا عايز افهم ازاي تلاعب طاهر محمد طاهر اساسي، وتلاعب احمد كوكا، نبيل كوكا باقي الشمال، ومحمد شكري راجع من الاصابه وانت شفته لعب. الحاجه بقى اللي تجننك اللي ديانج عامل ماتش جامد، يجي ساحب ديانج ومخلي كوكا يلعب نص ملعب وينزل محمد شكري. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم انت بتعمل ايه بجد والله. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ يعني انا مش فاهم. طاهر لعب ماتش سيء جدا كالعاده، ميس باص وشوط غلط، وايه ده؟ ايه اللي احنا شفناه ده؟ طب زيزو اللي فرحانين بيه وعمالين اوعى وكابوسك واللي والكلام الكتير ده، ايه القرف اللي احنا شفناه ده؟ مش عارف يلم واحد، 100 مليون مش عارف يلم واحد على واحد، مش عارف يشوط شوطه صح على المرمى. طب سيبك من كل ده، ضربات الجزاء اللي احنا جايبينك، اللي انت عمرك ما ضيعتها مع الزمالك ضربات جزاء. الدقيقه 94 مضيع ضربه الجزاء اللي هي ممكن تجيب لنا 3 نقط عشان نتصدر الدوري.
صراحة حاجة تحرق الدم، حاجة مش في الخيال، حاجة مش في الحسبان. موسم أنا خايف يطلع موسم صفر للأهلي، جايبين نجوم على الفاضي، جايبين أسماء على الفاضي، بيلعبوا من غير دم، بيلعبوا من غير روح، بيلعبوا من غير أي حاجة خالص. الصراحة حرق الدم من كل حاجة، ولا أداء ولا نتيجة ولا شفنا أي حاجة. أسوأ بداية للأهلي، أسوأ سنة للأهلي، أسوأ صفقات للأهلي، فيها أسوأ كل حاجة. جريديشار المهاجم السلوفيني الدولي اللي عندنا، تاني ماتش على التوالي يضيع أكتر من 6 أهداف. الماتش ده مضيع له 2 أو 3 مؤكدين، يعني مؤكدين. عرفتوا بقى وسام أبو علي اللي احنا مشيناه عشان خاطر الفلوس ومش عارف ايه وبتاع وصفقة، والنادي الأهلي كسب منها فلوس، كسب منها فلوس على حساب النادي. عمل أزمة في النادي، مفيش مهاجم، مفيش مهاجم، وما عرفناش نعمل أي حاجة، وما عوضناش وسام أبو علي. احنا ما عوضناش وسام أبو علي، عوضناه ازاي؟ الأهلي بقى في النازل، مفيش مهاجم عندك. اشرف بن شرقي مش لايق على الاهلي، خلاص خلاص استحملنا ياما، وبص لعب معانا كام ماتش، مش لايق على الاهلي ومش مدي للاهلي حاجه. تريزيجيه مش هو بتاع المنتخب، تريزيجيه تعبان جدا ومش هو بتاع الاهلي بتاع زمان. بن رمضان كان متصاب، طب بن رمضان النهارده هو متصاب احسن بقى ليه؟ الولد يانج ومروان عطيه كانوا قايمين بالواجب، يعني بن رمضان حتى جايبينه اخدنا في مقلب، برضه مش حلو لحد دلوقتي، لعب كاس العالم ومن بعدها ما بيلعبش، مش لاقيينه. الفرقه بقت فاضيه، تخيلوا الفرقه المدججه بالنجوم فاضيه، فاضيه. انا مش عارف الصراحه اقول ايه اكتر من كده. لو اخر الماتش الشناوي بيقول لهم تعالوا نحيوا الجمهور، الجمهور حاسس بالجمهور، الجمهور غضبان، اللعيبه جرت على اوضه اللبس. ايه ده؟ نجوم خلاص انتوا، اساطير خلاص؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه وبنسمعه ده؟ في الجانب التاني اللي قالك بتروجيت كانت كسبانه سيراميكا، هوبا سيراميكا تعمل ريمونتادا وتكسب بتروجيت، وتكسب وتتصدر الدوري. بتروجيت كده اول الدوري بفرق 3 نقط عن الاهلي، 3 نقط عن الاهلي. تحتينا الزمالك فرق نقطه، تحتيهم مين الرابع؟ بيراميدز اللي كسب الاتحاد. بيراميدز اللي كسب الاتحاد ب9 ماتشات لحد دلوقتي، يعني بيراميدز لعب كام ماتش؟ لعب 9 مع 20 بونت، والاهلي بقى والزمالك وسيراميكا كلهم لاعبين 12. طب بيراميدز كده ناقص له 3 مباريات، لو كسبهم بقى 29، يعني عدى سيراميكا ب3 بونت، وعدى الاهلي ب6 والزمالك ب7، ويلا بقى نشوف مين هيجيبه، مش حدش هيجيبه. طب واحنا ليه نقع في الكارثه اللي احنا فيها دي؟ طب هم من الاول كنتوا رجاله ووصلوا، وكنا نبقى اول دوري وما نضيعش النقط اللي عاملين نضيعوها، تاني ماتش على التوالي نتعادل اهو. حرق الدم الصراحه، والواحد زهق ونفس بقى خلاص دور كابتن سعد عبد الحفيظ جه يفوق الدنيا بقى ويفوق اللعيبه بقى، ونشوف بقى حاجه تانية بقى. لكن اللي احنا شفناه ده مهزله وحرق الدم لكل الناس. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش الحلقه لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه يا جماعه.